بطولة كأس العالم للأندية بالنظام القديم دايما كانت ساحة للفرق الكبيرة، ودايما اللي كان بياخدها يا فريق من أوروبا يا فريق من أمريكا الجنوبية. لكن في نسخ معينة كده حصل فيها مفاجآت كبيرة جدا، وفرق من دوريات مغمورة أو مش معروفة أوروبيا عملت مفاجآت كبيرة جدا. وأنا النهاردة جاي أتكلم عن أقوى 5 مفاجآت حصلت في تاريخ البطولة وجمهورها لسه فاكرها لغاية دلوقتي. بداية المفاجآت والقصة من فريق مازيمبي الكونغولي اللي كان سنة 2010 فريق في أفريقيا لا يقهر حرفيا، محدش كان بيعرف يقف قصاده. راح كأس العالم للأندية عمل مفاجآت كبيرة جدا وأداء ولا أروع، لما في ربع النهائي كسب بتشوكا المكسيكي، وقام داخل على نص النهائي كسب انترناسيونال البرازيلي 2-0. انترناسيونال البرازيل يا جماعه، وبجوان مزيكا واهداف مزيكا وحاجه عالميه، وبرقصه الجون بتاعها المشهوره دي اللي كنت بحبها قوي الصراحه. وكان هو اول فريق افريقي يوصل نهائي بطوله كاس العالم للانديه. هو اي نعم خسر في النهائي من الانتر 3-0، لكن عمل بطولة ولا أروع وفاجئنا كلنا وفاجئ جماهيره. ويلا بينا على المفاجأة اللي بعد كده، بطولة كأس العالم للأندية 2013. وهل يخفى القمر لما الرجاء المغربي شرف العرب وشرف أفريقيا كلها في اللي عمله في البطولة دي. اما كمان دخل ممثل عن الدولة المستضيفة، يعني مش بطل أفريقيا، وكمان محليا ما كانش أحسن حاجة النهائي، لكنه عمل مفاجأة من العيار الثقيل لما أول ماتش لعبوا أوكلاند سيتي وكسبوهم 2-1. يا عم هنقول أوكلاند سيتي دي لو بابور المايه راحت لعبتها هتكسبها، مش مهم. لكن الماتش اللي بعده كسبوا مازيمبي 2-0. يا عم ممكن نقوله يا عم يلا مش مهم، اتنين من افريقيا وبيعاركوا بعض، مش موضوع، ممكن تعدي. لكن الماتش اللي بعده لما لعبوا اتلتيكو مونيرو اللي كان بيلعب فيه رونالدينهو، وكانت فرقه تقيله جدا، 3-1 بروح قتاليه واداء عالي، والجمهور كان مولع الملعب، وكانت مفاجاه كبيره جدا جدا لافريقيا وللعرب كله وفرحه مش طبيعيه. وبعد كده لعبوا البايرن بطل اوروبا طبعا وخسروا 2-0، بس مش موضوع، ده متوقع، ونتيجة 2-0 كويسة جدا. وعلى فكرة الرجاء عمل ماتش كويس جدا، لكن حرفيا في البطولة دي عمل مفاجأة كبيرة جدا وشرفوا العرب ورفعوا رؤوسنا. ويلا بينا على المفاجأة اللي بعديها. نطلع بقى من قارة افريقيا شوية ونخش على قارة اسيا. فريق كاشيما الياباني لما استضاف البطولة قام كسب اول ماتش مين؟ ها قول انت. اوكلاند سيتي، يعني مش محتاجة حاجة. يعني الماتش اللي بعده قام كسب ممثل افريقيا سان داونز، يعمل لي فيها دكر في القارة بس، وقام رايح خسران من اول ماتش. والماتش اللي بعده قام كسب اتلتيكو ناسيونالي بطل الكوبا ليبرتادوريس. كل ده بقى مش عايز اقول لك، مش دي المفاجاه. المفاجاه لما لعب الريال في النهائي وكان كسبان 2-1 لغايه الدقيقه 64، والريال وقتها بقى رونالدو وبنزيما وكانت فرقه ملهاش حل. ويلا بينا على المفاجأة اللي بعديها. كأس العالم للأندية 2022 الهلال السعودي عمل أداء فيها تاريخي، مع إن بدايته ما كانتش أحسن حاجة لما كسب الوداد بضربات الجزاء، ماتش صعب. لكن الماتش اللي بعده لما لعب الدحيل القطري كسبوا 7-0. انفجار، انفجار هجومي ودفاعي، وكل خطوط الملعب كانت شغالة. ودي كانت اكبر نتيجة في تاريخ كاس العالم للاندية كله. راحوا لعبوا الريال في النهاية وجابوا فيهم 3 اجوان. انت متخيل انت تجيب في الريال 3 اجوان؟ اي نعم خسرت 5-3، بس انت جايب 3 يا جماعة. لكن رغم الخسارة الاداء كان تاريخي، والهلال حط بصمة في تاريخ كاس العالم للاندية كاكبر فوز طبعا في التاريخ. يلا بينا على اخر مفاجأة معانا النهاردة، ومن فريق عربي برضه حبيب قلبي وحبيب الملايين. بطولة كاس العالم للاندية 2006 مع الجيل التاريخي للنادي الاهلي، متعب، بركات، ابو تريكة، وائل جمعة. انا لو فضلت اعد مش هخلص، جيل تاريخي بمعنى الكلمة. لما اول ماتش كسبنا اوكلاند سيتي 2-1، ده الطبيعي يعني المتوقع، مش محتاج اقول. يعني هنا بعدها كنا بنلعب انترناسيونالي بنسخه مش طبيعيه. انترناسيونالي ده اللي بعد ما كسبنا راح لعب برشلونه وكسب برشلونه بجيل رونالدينهو وميسي يعني كان حاجه مش طبيعيه. خسرنا منه 2-1 بعد مباراه كبيره قوي للنادي الاهلي. اتعادلنا 1-1 وضيعنا كرة في العارضة وكنا مستحوذين على الماتش. وجينا بعد كده في المركز الثالث والرابع كسبنا كلوب امريكا المكسيكي، واخدنا اول ميداليه في تاريخ العرب وافريقيا كلها. على فكره ابو تريكه البطوله دي اخد هداف البطوله وثالث احسن لاعب في البطوله كلها، يعني حاجه كبيره وتشرف من حبيب الملايين وحبيب القلوب وارهاب القلوب. البطوله دي عمرها ما كانت سهله، ودايما فيها مفاجآت ودراما. لو انت شايف ان في مفاجاه انا ما ذكرتهاش اكتبها لي في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله وتدعي لاخواتنا في فلسطين وفي
وفي غزة وفي كل الدول الإسلامية، تقدر تعبي ومجهودي وتعمل لي لايك واشتراك في القناة وسبسكرايب وفولو وأي حاجة من الحاجات الحلوة دي. وشوف انت عايز نتكلم الفيديو الجاي عن ايه، واستناني يا حبيب قلبي، وسلام عليكم.